أبرز تصريحات كيليان مبابي في مقابلة تيليفوت: طموحات وتوقعات مثيرة. مبابي يؤكد عودته للمنتخب الفرنسي وطموحات الفوز بكأس العالم قريبة جدا. تطور لياقة مبابي البدنية يعزز أداءه ويجعل منه لاعبا لا يستهان به. حلم الانتقال إلى ريال مدريد تحقق وأصبح جزءا من مشروع كبير وطموح. رأي مبابي في تشابي ألونسو ومشروعه التدريبي يعكس احترامه الكبير. مبابي يتحدث عن الرقم 10 وتوقعاته لجائزة الكرة الذهبية وترشيحاته المميزة. الكرة الذهبية: رشح ديمبلي أولاً، كما أشار إلى حكيمي ويامال، مؤكداً أنه يطمح للفوز بها يوماً ما عبر الألقاب والأداء الجماعي. ديديه ديشامب شدد على ضرورة منحه أفضل وداع ممكن بعد كأس العالم، معتبراً إياه رمزاً لكرة القدم الفرنسية. دوري الأبطال: يرى أن ريال مدريد دائماً المرشح الأول، لكن المنافسة قوية هذا الموسم مع الشكل الجديد للبطولة. تابعونا كل يوم إخبار.